السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الفطير المشلتت. قبل كده عملنا المطبق اللي هو العادي الفلاحي ده اللي بيتعمل بسرعة، ما بياخدش وقت في العمايل، ما بيتسابش يرتاح زي الفطير المشلتت. ان شاء الله النهاردة هنعمل فطير المشلتت ده. عندي كيلو دقيق، خدت كيلو الا ربع منه وسبت ربع عشان حسب العجن. بقية الربع اهو، بقية الكيلو اهو، ده حوالي ربع كيلو. ابتدي احط بقى الكيلو الا ربع وافضل اقلب فيه كده. طبعا انا نخلته وحطيته كده، بفضل ادخل لازما يبقى فيه هوا بالمنظر ده. بعد كده بحط معلقه ملح صغيره، بعد كده برضو بحط شويه سكر حسب بقى ايه، يعني هتحطي من 3 معالق زي ما انت عايزه لغايه على الكيلو مثلا ربع كوبايه سكر. حطيت شويه سكر كده وايه، واقلبهم مع بعض. وبعد كده ابتدي احط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بقى والشهدي على العجين لانه بقى بيبقى فيه بركه ان شاء الله كده. بسم الله، الله اكبر، بسم الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد. حطي واحده واحده كده وتقلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نلم كده وبعدين نعجن. هنلم الميه مع الدقيق وبعدين نعجن. هي تطلع معاكي ملزقه شويه، تعرف ان هي ناجحه. لو هتعمليها بايدك، تفرديها بايدك الفطيره، اعمليها طريه شويه. لو هتعمليها بالمردنه او اللي هي بتبقى زي العجله كده، نشفيها شويه. فاحنا هنعملها بايدنا. لتي بقى وعجني، ادي العجين حقه. هي كده محتاجه شويه دي، تحطي شويه دي وشويه ميه بس لما تلاقي العجينه اتعملت معاكي. نجيب سنه بس، سنه كده من العجين. انتي كده جايه من الشغل او حاجه، اعجنيها وسيبيها، سيبيها شويه وبعدين قطعيها. سهله سهله خالص. عندك زبده هتبقى احسن واحسن، عندك سمنه حطي. وانا هديكي طريقه حلوه تضمنك نجاح الفطيره بالسمنه، مع انها هي اساسا بالزبده، لازم انت تتعمل بالزبده. بس لو عندك طبعا اخواننا المسيحيين، لو طبعا هم في الصيام بتاعهم اليومين دول ما بياكلوش باي حاجه بسمنه. فانت حطي السمنه البلدي بتحطي مثلا، ممكن تحطي زيت هيبقى خفيف، عايزاه خفيف اكتر حطي الزيت. عايزاه ممكن تحطيه بسمنه نباتي، اعمليه بسمنه نباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلم العجين وارجع. طبعا احنا كده طريناها عشان نقدر نفردها بايدنا، وحطينا معلقه زيت، حطينا بس معلقه زيت تلم معانا. ما شاء الله. بنجيب بس زيت على الوش كده ونسيبها ترتاح شويه. اقفلها، اقفلها وديها جوه. هتسيبيها تبقى زي الفل وهتتفرد منك بسرعه. هنسيبها شويه ونرجع تاني. نص ساعة للأمانة كانت لينة شوية، حطيت معلقتين دقيق قلبتهم ومعلقة دقيق على الوش ومعلقة زيت. نيجي بقى نسمي الله. هي بتبقى لينة يا جماعة عشان احنا هنفردها بالإيد. هنقطعها كده. طبعا هي تلزق شوية، طبعا المفروض يبقى ندهن زيت، نسينا ندهن زيت عشان احنا ايه هنقطع الزيت بالطريقة دي. دي بقى تريح. احنا قطعناها.
كده عشان هتلزق في ايدك. هي طريقة حلوة. كل قطعة باللي ايدك زيت بقى عشان ما تلزقش. طبعا التانية كده تبقى طرية يا جماعة كده وحلوة. كل مرة تقطعي، كل مرة تقطعي تدهني زيت كده. سوي وشها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي زيت كده. جت فطيرة شوية حلوة كبيرة شوية. هنيجي بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبهم شوية ونرجع تاني. بعد بتبلي ايدك زيت كده، تروحي قطعهم كده بعيد عن بعض، وتحاولي كده تزقيها كده عادي، ما فيهاش حاجة، مش هيحصل اي حاجة. نفس الحكاية هتبلي زيت كده، في دي لازقة من بعض، تروحي بصي عاملاها كده. بصي ما شاء الله عادي. لو هي لزقت في بعض، حتى لو بتخبزي عيش الطريقة دي عادي خالص، ما تخليش الرغيف يخش في الرغيف التاني. هنسيبهم شوية ونرجع. هنحط كده زيت، هننقل في صينية أصغر، عشان هنا هنفرد الكبيرة، هنفرد فيها. هنسمي الله كده، هنسمي الله كده، وعلى كف ايدك كده عادي اهو اتنقلت، تاخد ريحتها اكتر. برضو هنيجي هنا باللي زيت، باللي زيت بالراحة كده. وتروح حطها كده بالمنظر ده، عشان نفرد في الصينية الكبيرة. بططيها كده في قلب بعض، وتروحي لقطها بسم الله، عشان الصينية كان فيها مية، انتي نشفيها قبل ما تعمليها. تروحي حطها كده، ودي اخر واحدة صغيرة. سيبها شوية ترتاح شوية، ونبتدي بقى شغل فيها. لا، نبتدي بقى واحدة واحدة كده في أول فطيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفرديها كده واحدة واحدة. هي طالما بترجع كده ما بتتفردش، يبقى هي عايزة ترتاح شوية. بس احنا هنعمل أول واحدة كده، يكون التانيين عشان بس لو انتي وراكي حاجة تعمليها. أول واحدة بس هتعمليها كده عادي، او اولادك ياكلوها. انت مثلا جايه من الشغل جعانه هتعمليها، والتانيين كده كده، واثناء ما انت بتعمليها ترتاح زي الخبيز بالظبط. انت اول صاج بيطلع مع يعني بيبقى محروق شويه، وبعدين بيتظبط بقى بقيه السيجار، عشان ما نعطلش نفسينا. حاول اسيبها شويه عشان ما تعفاش عليه. بقى السمنه عشان تورق حلوه قوي، مش هتحطي سمنه بس، هنحط اضافات تانية. ادي نص كوبايه سمنه، تروحي حاطه عليه معلقه سكر، معلقه سكر واحده ماشي، وبعدين تحطي عليه معلقه دقيق، عارفه ماشي، حسب بقى ما يخلص كميه السمنه هتحطي معلقه دقيق. لو الاحسن لو عندك نشا حطي، هيديكي نتيجه احسن.
وبعدين تحطي السمنه. يا ريت لو ما عندكيش يبقى الزبده احلى، لو ما عندكيش زبده حطي سمنه، بس لازم تعملي اللي انا بعمله ده دلوقتي، هيديكي نتيجه احسن. كوبايه السمنه. ليه بقى؟ احنا عايزين يبقى في فرق بين الطبقات عشان يخش هوا فتنفش معاكي، لكن لو زبده هتبقى تحفه تحفه تحفه. فاحنا طبعا عشان نظرا للاسعار يا جماعه نحاول ايه، نحط معلقه لغايه ما ايه تجمد معانا شويه زي البتر او زي الزبده. ماشي كده حلو قوي. بس تحس ان هي ايه زي السمنه. تقلبي كده. هتبتدي بقى ايه تدهني بيها الايه السمنه. بصوا اكنها سمنه سايحه. نحط معلقه كمان على نص كوبايه سمنه. هتحطي معلقه سكر واحده، وتحطي على 3 معالق دقيق. حطينا كده 3 معالق دقيق كده كفايه. في ناس بتكتر بس هتبقى كلها دقيق، هو كده حلو. تحاولي كده تدخلي هوا جواها. ليه بنحط دقيق؟ عشان تاخد الرطوبه اللي في السمنه. ماشي. نبتدي كده واحده واحده. بسم الله. احنا فردناها يا جماعه زي ما قلت لكم، سبتها ترتاح شويه وافرد شويه، ترتاح شويه وافرد شويه. بصوا دليل ان هي ناجحه ان في الفقاعات دي، الفقاعات دي نجاح الفطيره. ده الفطير مشلتت يا جماعه. انا كنت عامله فيديو عن الفطير المطبق اللي الناس مثلا تجيب رغيف العيش مثلا قبل ما تسويه، بتروح حاطه عليه زي ما انا بقول كده السمنه، طبقات سمنه بسرعه وتروح حاطاه. لكن اللي بياخد وقت معاه هي الفطير المشلتت. هي كده حلوه وسمكها جميل. شوفوا ما شاء الله اتفردت وما خدتش وقت، يعني قعدتها ربع ساعه بعد العجن. ابتدي بقى ادهن. احسن دهنه تدهنيها دلوقتي. احسن دهنه تدهنيها دلوقتي، ما تدهنيش كل رق، لا دي هي دي اللي هتعمل لك معاها الطبقات. وانت بتدهني تفردي كده ان شاء الله تديكي نتيجه ممتازه وحاجه موجوده عندك في البيت. بس هتبتدي بقى ايه واحده واحده. بسم الله كده تجيبيها كده من الطرف ده والطرف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي عشان بس الصينيه كان فيها ميه فغلبتني. الطرف ده طبعا قبل ما تعملي فطيرك لازم يتنشف ويدهن بايه، بزيت عشان يساعدك على اللمع. بسم الله الرحمن الرحيم. هي لو كده عادي مفيش حاجه، تحطي سمنه او زيت يساعدك. عايزه بس الزيت. جبنا بقى الفطيره التانية. نبتدي بسم الله كده. بصوا كل ما بترتاح بتتفرد من جوه لبره. لا بقى مربع بيضاوي بس تبقى متساويه. بصوا الفقاقيع دي دليل نجاحها يا جماعه. ما لقيتهاش يبقى هي لازم ترتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فايده ان العجينه تبقى طريه معاكي. يعني قلنا زي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. لو العجينه هتفرديها بمردنه نشفيها شويه، يعني خليهاش تبقى طريه. لو هتعمليها بايدك طريها، خليها تبقى طريه في ايدك كده، بس مش يعني هي صيصه زي البقلاوه او البغاشه، لا طريه، تبقى طريه زي عجينه العيش كده بس يعني اجمد سيكه يعني. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بصوا يا جماعه العجينه جميله ازاي. انت ايدك يعني ميزان، ايدك ميزان. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دي بقى الفطيره دي غير فطيره المطبق دي جميله وتحفه وسهله. جيبي من جوه كده لبره. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ايدك كده.
عادي، لو اتقطعت عادي كملي. مش معنى ان انتي عملتي، لا الحروف لازم تبقى ايه تفرزيها عشان ما تعضمش معاكي. دي اسهل فطيره بقى للمبتدئين، سهله خالص ومش عايزه كل بص ما تعمل فقاعات معاكي كده تبقى تحفه. حاجه كده سهله، هتاكلي كيلو هيعمل لك كام فطيره معاكي ما شاء الله. يعني يوم مشيه بفطير، فطير بجبنه قديمه، فطير بعسل عندك ان شاء الله نص كيلو عسل اسود وكيلو فطير وكيلو دقيقه تعملي ما شاء الله وليمه. عندك سطح عندك غيط، خدي ولادك واطلعي بقى احلى اكله. ومش بالفلوس يا جماعه، اسعدوا نفسكم من غير فلوس ولا اي حاجه، حاجات بسيطه. اللي معاه 50 هياكل، اللي معاه 100 هياكل. سموا كده ما شاء الله. وهي بتدي بصوا كل ما تسيبوها تدي معاكي، ما تتعفيش عليها. الله اكبر ما شاء الله. ادي بقى عجينه التوريق وابتدي بقى مع بعض. السمنه على معلقتين الدقيق او 3 ومعلقه سكر. بسم الله كده وتقلبي على قد ما تقدري قلبي. ده بقى بديل يا جماعه السمنه، وده اقتصادي جدا. يعني مش هقول لكم بقى هاتي كيلو زبده، شوفي الزبده معديه. هتنزلي كده هي مره واحده. افردي بقى افردي. حاجه بقى في الشتاء بقى في المطره لو تعمليها لاولادك هتبقى احلى حاجه. اتفرجوا بقى وكوفي. بصوا يا جماعه كل ما تسيبيها بصوا ما شاء الله، ده دليل نجاح العجينه. كل لازمان ياخد السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. الاطراف حتى لو نسيناها لازم نعملها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نيجي واحده واحده كده.